ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة من بوديو وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. حصل معايا زي ما بيحصل مع أي قارئ لما بيكتشف متأخرا وجود كاتب موهوب وصادق أثر فيه واستحوذ على وجدانه، فبيلاقي نفسه بيبتدي يقراله كل حاجة كتبها بأثر رجعي. وده بالظبط اللي حصل لي مع الكاتبة الكويتية المؤثرة بثينة العيسى. بثينة العيسى بدأت معاها برواية حارس سطح العالم وانبهرت، وده رغم إن رواية حارس سطح العالم هي مش من نوع الروايات اللي بدور عليها أو بتستهويني من حيث الفكرة، إلا إنها خطفتني تماماً. واكتشفت إن الواحد بيظلم نفسه لما يصنف قراءاته ويصنف نفسه بإنه بيحب نوع معين من الكتب أو الروايات. لا، أنت ممكن بس ما يكونش صادفك رواية حلوة متقنة في نوع كتابة قررت إن أنت ملكش فيه أو مش بتستمتع بقرايته. وحارس سطح العالم رواية جابتني جدا وتجيب أي قارئ، لأنها مش بس فكرتها مثيرة للاهتمام، فكرتها اللي بتتكلم عن ماذا لو كنا عايشين في عالم ممنوع فيه أي خيال أو معاني أو استعارات أو تشبيهات، عالم جامد بيصادر على أي شخص أو حالة أو كتاب بتظهر عليه أعراض الخيال والمعنى، عالم كل شخص فيه وجوده وكيانه متحدد بوظيفته فقط، قوالب جامدة. وبثينة العيسى صنعت العالم ده في حالة من التمرد على كل القوالب والقيود، من خلال إنها تروح لأسوأ تخيل ممكن لفكرة الجمود، وإنك تحدد دور الإنسان في الحياة وتحدد تفكيره وإحساسه. اللي أثر فيا وخوفني في رواية سطح العالم هو إني لقيت إن الفكرة الخيالية المؤلمة دي مش بعيدة قوي في المضمون عن واقعنا. الرواية زي ما قلت مش بس مثيرة في فكرتها، ياما أفكار حلوة لما نخلص قرايتها نلاقي نفسنا بنقول يا لو بس الفكرة دي كانت مكتوبة أحسن شوية. لكن كمان الكتابة المتقنة للفكرة هي اللي خلتني أحط بثينة العيسى في الصف الأول لكتابي المفضلين، وده لأنها بتكتب بقوة وتحكم في أدواتها، بتكتب ببراعة تخليك من الصعب جدا إنك تندمج بعد كده مع أي رواية عادية. وده اللي حصل لي بعد ما قريت آخر رواية صدرت ليها وهي السندباد الأعمى. فضلت بعد في رواية السندباد الأعمى فترة كده كل ما أفتح رواية ما أقدرش أكملها ولاقي نفسي بقارنها برواية السندباد الأعمى، وده فضل شوية لحد ما تأثير السندباد الأعمى أصبح بعيد شوية ودخل اللاوعي، فبدأت أعرف أقرأ روايات تانية عادي. في البداية كنت فاكرة إن لصغر سن بثينة العيسى بالنسبة لمسيرة كاتب أعمالها هتكون قليلة، لكني فوجئت إن ليها عدد مش قليل أبداً من الروايات، وكتير منهم عمل قلق ورواج في عالم القراءة والكتابة. بثينة العيسى كاتبة كويتية حتى الصميم، تعشق بلدها الكويت بطريقتها الخاصة. بدأت كتابة من سن 7 سنوات بالظبط سنة 1990، وهي السنة اللي حصل فيها غزو الكويت، ودي السنة اللي حصل جوه وجدان بثينة العيسى أول زنة للكتابة، وده كان نتيجة اندهاشها من اللي حصل في الغزو. فجأة حست إنها محتاجة تحكي عن اللي بتشوفه، تحكي عن الدبابات والمدافع الرشاشة، عن شعورها بالخوف، واللي قالت عنه إنه كان أول شعور دفعها للكتابة، وإنها لحد دلوقتي لسه الخوف هو الدافع أو الشعور المرتبط عندها بعملية الكتابة. ولو الخوف هو اللي مسيطر على إحساس الكاتبة بثينة العيسى فيما يتعلق بالكتابة، فالغريب إن كتابتها ما فيهاش أي خوف خالص، بالعكس فيها تحدي عام، تحدي بدون شخصنة. هي بتعاند أفكار ومفاهيم بشكل ناعم جدا، لكنه رافض للتحجيم ورافض لأن المجتمع يتفس راسه زي النعامة في الرمل، وكل ده بتعمله بدون تجريح أو صدام. أنا شخصياً زي ما اتكلمت معاكم قبل كده بهرب من أي شيء صادم في القراءة، ودي دايماً معادلة صعبة، إنك تلاقي عمل أدبي مهم ومؤثر وفي نفس الوقت مكتوب بطريقة غير صادمة فتتأثر من غير ما تتضايق. المعادلة دي ما بلاقيهاش كتير، لكني لقيتها في كتير من كتابات بثينة العيسى. الوجع اللي فيها صادق مكتوب ببراعة، لكن في نفس الوقت مش بيقفلني ولا بيصدمني الصدمة اللي ممكن تخليني أعدي صفحات ما أقراهاش أو أقفل الكتاب. لا، وجع كتابات بثينة العيسى ممتع، وعندها حاجة كده في الكتابة بتخلي تأثير الحزن أو الوجع اللي بتمر بيه شخصيات أعمالها محبب ليك كقارئ، وهو إنها بتوجع وتطبطب بعدها على طول، يعني تدخلك في أعماق الحزن وقبل ما توصل للآخر تديك شوية أمل، زي ما تكون بتقرر ترميك من دور عالي بس مش بتسيبك تقع مرة واحدة، لا بتحط لك حاجات في النص تتلقاك بيها كل شوية، فلما توصل لآخر الرواية ما بتوصلش مكسور، بتوصل منهك لكن مبسوط. ولما سمعت عن آخر أعمالها السندباد الأعمى، الرمزية اللي في العنوان خلتني أتوقع أنها هتبقى زي حارس سطح العالم،
لكن لما بدأت أقراها لقيتها مختلفة تماما. هي رواية واقعية ما فيهاش خيال أو رموز، هي بتحكي عن غزو الكويت، بتحكي عن شخصية ندى والمفهوم الملتبس لكلمة خيانة وكل ما تبرره من أفعال قاسية جدا. رواية رغم أنها واقعية إلا أن خيال القارئ بيشتغل فيها، لأن بثينة العيسى كتبتها بتكثيف واختصار مقصود ومدروس بشكل يخلي خيالك فعلا بيكمل القصة وفي نفس ذات الفراغات اللي هي سابتها لك. عجبني التكثيف والذكاء في اختيار الأجزاء اللي سابتها الكاتبة فارغة من التفاصيل. هي وصفت جدا في البدايات وأسهبت في خلق الجذور والأساسيات اللي بتقوم عليها الرواية من خلفيات طبيعة العلاقات، من خلفيات المشاعر، الأفعال، الزمان، المكان. وصفت كل ده بإسهاب وبتأسيس كويس جدا للقارئ. وجت في الجزء الأخير من الرواية سابت إيدها خالص، ادت عناوين، لمحات مختصرة، لكن لأنك اتشبعت بالمقدمات وتأسست كويس وتشربت الشخصيات وتحفر جواك المكان والزمان والأجواء المحيطة وكل مفردات الرواية، فعلا بتلاقي في الجزء الأخير إنك مش محتاج تفاصيل، مش محتاج حكي كتير، لأن أنت مستمتع بالدور اللي أسندته ليك الكاتبة إنك تكمل بخيالك رتوش القصة ومصير الحكاية، فيصبح ليك بصمة في العمل وفي تأثيره عليك وترتبط بيه أكتر. لكني رغم كل ده قفلت رواية السندباد الأعمى وأنا حاسة إني ما اكتفتش، ونفسي أعرف أكتر عن مناير بطلة الحكاية، مناير اللي بيتجسد فيها نتيجة كل حاجة حصلت في بداية الرواية. تكوين مناير والحالة اللي أصبحت عليها بتقول كل حاجة بشكل غير مباشر. ولقيت نفسي بفكر في إن التكثيف لما يكون معمول بقصد وفن يبقى أحلى بكتير من الاسترسال، إنك تقفل الرواية وإنت نفسك تقرأ فيها أكتر أحسن من إنك تقفلها وإنت بتقول أخيراً خلصت. وفي النقطة دي بالتحديد بتقول بثينة العيسى في حوار ليها إن رواية السندباد الأعمى وهي حوالي 300 صفحة كان ممكن جداً وبسهولة تخليها 400 صفحة أو أكتر، لكنها قصدت إنها تنحتها وتخلصها من أي زيادات. وعشان تتأكد من ده قبل ما تبعتها للطباعة قريتها كلها من بدايتها لنهايتها بصوت مسموع، لعل ودانها تلقط أي كلمة يمكن الاستغناء عنها أو جملة مكررة. والملحوظة دي لما سمعتها خلت دماغي تعمل كده بشكل لا واعي مع أي رواية أقراها. بلاقي نفسي بلتفت للجمل الزيادة اللي ممكن تتشال وأقول يا لو السطر ده اتشال هتبقى الفقرة أحلى. وده شيء فصيل جدا في القراية، وبالنسبة للكتاب هو متعب جدا في الكتابة، إن الكاتب يقدر يقصقص في العمل الأدبي من غير ما يبوظه عشان يطلع زي رواية السندباد الأعمى عمل متماسك مفهوش شيء مجاني أو سطور محطوطة كده فوق البيعة. بثينة العيسى بعد ما بدأت تعبر عن نفسها بالكتابة في سن صغير دخلت بعد كده في مرحلة تكتب وتتعلم فيها من خلال منتديات الكتابة اللي كانت موجودة على الإنترنت في فترة صباها. كانت بتكتب في قسم الخواطر عشان تبعد عن النقد أو تعليق القائمين على المنتدى. لكن في يوم ما جالهاش نوم وقررت تقوم وتكتب قصة قصيرة ونشرتها بعد تردد على المنتدى، وجاء رد فعل المشرف على قسم القصة والرواية وهو أستاذ كبير بتهتم برأيه جدا، وقال دي مش قصة قصيرة، ده مشروع رواية. فضلت بثينة العيسى تكتب وتتعلم من خلال الإنترنت والمنتديات الأدبية اللي كانت وقتها عاملة زي ورش الكتابة حاليا. كان المهتمين بالكتابة يكتبوا على المنتديات دي ويتم التعليق عليهم من المشرفين المتخصصين. وبتحكي بثينة العيسى إن متابعتها للملاحظات والنقد المستمر على النصوص المختلفة سواء نصوص ليها أو لناس تانية كان ده بيفيدها جدا وبيعلمها كتير عن الكتابة، وإن أكتر حاجة استفادت فيها من المنتديات دي هي فكرة إن النص أهم من الكاتب، وإن النص كيان منفصل عن الكاتب. ده ساعدها على إنها تتعلم بدون حساسية في تقبل النقد، وعلقت على ده بإنها بتشوف إن كتير من الكتاب بيقعوا في مأزق التعلق بالنص، إن النص يبقى غالي عليهم ومقدس بالنسبة لهم، وده بيخلي فيه صعوبة عند الكاتب في الوصول لأفضل نسخة من النص الأدبي اللي بيكتبه. بيبقى مش قادر يعدل أو مش عارف يغير لأنه مرتبط شعورياً بكل كلمة هو كتبها. وبتحكي إن اعتيادها على النقد من خلال المنتديات كسر عندها الحتة دي وخلاها تتعلم إزاي تحط إيجو الكاتب على جنب وتتعامل فقط مع النص المكتوب ككيان منفصل عنها. لما بلاقي حد زي بثينة العيسى بدأ مشواره في الحاجة اللي بيحبها من بدري بتوقع إنه أكيد كان عارف هو عايز إيه من الأول، ما تخبطش في الحياة كتير أو ما دخلش في كذا حاجة لحد ما عرف اللي بيحبه. لكن على العكس لقيت إن بثينة العيسى رغم وضوح حبها وموهبتها في الكتابة من سن صغير إلا إنها مرت بنفس التوهة اللي بيمر بيها كل الناس تقريباً وهم بيدوروا على طريقهم، زي ما يكون التخبط هو الممر الأساسي أو الأول عشان توصل لسكتك الخاصة اللي هتمشي فيها بعد كده. يمكن في حالة بثينة العيسى الفرق بس كان في إن وقت التخبط ما كانش طويل، لكنها مرت بكل المراحل من عدم تشجيع اللي حواليها، تأثرها بآراء الآخرين، تأثرها بالتفكير السائد، وده لأنها كانت بتذاكر كويس جدا، بتجيب درجات عالية في المواد العلمية،
فمدرسينها شجعوها إنها تدخل كلية الطب، وفعلا دخلت كلية الطب، لكن ما خدتش وقت طويل عشان تدرك إن دي مش سكتها خالص. من أول محاضرة حضرتها أدركت وقررت إنها مستحيل تكمل في كلية الطب. مرت باختلافات مع أهلها اللي كان رد فعلهم على تركها لكلية الطب محبط جدا ليها، يعني زي ما يكون خاب أملهم في بنتهم. فاتجهت لحل وسط بإنها تدرس إدارة أعمال، لأن بالنسبة لها كانت هي دي الدراسة اللي هتخليها تقدر تمارس الكتابة والقراءة بحرية جنب دراستها الجامعية. اتخرجت بثينة العيسى واشتغلت 8 سنين في إدارة الأعمال لحد ما تفرغت تماما لمشروعها الخاص في الكتابة، وهي مكتبة ودار نشر باسم تكوين. بعض القراء بيلقب بثينة العيسى بأميرة الأدب، لكن من الواضح إنها مش أميرة مدللة خالص، لا هي مجتهدة جدا في مشوارها، بتكتب طول الوقت، والكتابة بالنسبة لها روتين حياة، هي لا تتهاون في وقت الكتابة. قالت إن هي بتكتب كل يوم وفي كل مراحل وظروف حياتها. وهي بتدرس الماجستير كانت بتكتب، الفترة اللي اشتغلت فيها كموظفة كانت محافظة على الكتابة، وحتى وهي بتكتب ولو نص ساعة في اليوم. ولما بدأت مشروع دار تكوين بدأته على إنه ورشة كتابة، وده أيضاً بسبب فكرة التحدي. قالت إنها بدأت المشروع كورشة كتابة لأنها حبت تتحدى بالمشروع ده فكرة كانت سائدة وقتها، وهي إن الكتابة ما ينفعش حد يتعلمها أو يدرسها. وبتشرح إزاي إن لحد وقت قريب الكتابة كانت عاملة زي ما تكون حاجة من الماورائيات، يعني نستخدم معاها دايماً كلمات زي الوحي أو الإلهام. لكن من تجربتها الشخصية ولما سافرت وشافت صناعة الأدب في الدول الغربية، اكتشفت إن الكتابة صحيح موهبة لكنها قابلة للتجويد. وده كان الدافع وراء تأسيس مشروع تكوين سنة 2013 كورشة كتابة يتعاون معاها فيها مجموعة من الكتاب، وتوسع طبعا المشروع بعد كده إلى مكتبة ودار نشر. وكانت شايفة إن الكاتب اللي بيدي ورشة مش المفروض يخلي المتدربين يطلعوا زيه أو يتأثروا بتجربته في الكتابة، لكن من المفترض إنه يقدم لهم أدوات الكتابة وهم يستخدموها كل واحد بطريقته. من أكتر الموضوعات اللي اهتمت بيها بثينة العيسى في أوائل ورش الكتابة اللي ادتها هي فكرة الوصف في الأعمال الأدبية، أو زي ما قالت بالتحديد ماذا نصف وإلى أي حد. دي كانت أكتر حاجة شغلاها ومهتمة بالتركيز عليها في ورش الكتابة، وده بيرجعنا لفكرة التكثيف والاكتناز في اللغة والمعنى، ودي الصفة الأساسية والمميزة الواضحة في كل إبداع بثينة العيسى. ولسه ما وصلناش لآخر كلامنا عن الكاتبة الكويتية المؤثرة بثينة العيسى، لكن وصلنا لآخر حلقة النهاردة ونكمل كلامنا الحلقة الجاية. كانت معاكم ياسمين غبارة من بوديو في سكة قراية بلس.